مدير فندق في بورسعيد بيطرد مصور أفراح في موقف عنصري جدا. تعال أقول لك إيه اللي حصل. مارو ده مصور أفراح اللي حاطط لكم صورته على الشاشة بيصور في أحد الأفراح في أحد الفنادق في بورسعيد بالتنسيق مع العريس، والعريس منسق مع إدارة الفندق والدنيا كلها تمام. مارو جاي عشان يصور العريس، مدير الفندق راح طرده وقال له احنا مش بنستهدف الفئة اللي زيك. طبعا الدنيا اتقلبت على الفندق وعلى المدير واتهموه بالعنصرية، وازاي يقول المصور كده، خاصة ان مارو مصور محترم وكان بيحاول يهدي الموقف رغم العنصرية ورغم الإساءة اللي اتعرض ليها. لغاية دلوقتي لم يتم محاسبة الفندق ولم يتم محاسبة المدير ولكن الدنيا مقلوبة على الفندق وعلى المدير. انتوا بقى قولوا لي رأيكم في كومنتات في المديرين اللي زي كده والفنادق اللي بتستخدم العنصرية بشكل واضح جدا.